السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. خونا جزائري. أنا من الجزائر. شو اسمك كريم ان شاء الله؟ توفيق صدوقي. منين خويا توفيق؟ شوي دو بلاباس من العباس. الله يبارك من بالعباس. الله يبارك خويا. خويا توفيق شحال راك هنا في امريكا؟ شحال مده هنا؟ قريب 20 سنة. الله يبارك خويا توفيق. شفت الشاسره الفيلم اللي داروا النبي صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاة والسلام. واش رايك فيه كجزائري مقيم هنا بامريكا؟ النبي أسمى وأعلى بأن احنا باش ندافعوا على النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام دافع عليه الله عز وجل من فوق 7 سماوات. احنا الديوتي تاعنا، احنا الواجب تاعنا كمسلمين ان الاخلاق تاعنا هي اللي ترد عليهم. لازم تكون اخلاق حميده واخلاق والصفات اللي وصى عليها النبي عليه الصلاه والسلام حتى من الاعداء، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال له الله عز وجل: وادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. هذه حتى مع الكفار. صح. الكفار يوم ما ضربوا النبي عليه الصلاه والسلام في الطائف، إن الله عز وجل بعث له الملكين الجبال، قال: لا مرني يا محمد لأطبقن عليهم الأخشبين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: دعهم لعل الله يخرج من أصلابهم ذرية تعبد الله ولا تشرك به شيئا. لأن هذو ناس جهال ما يعرفوش قدر النبي عليه الصلاة والسلام كما نعرفه احنا. ما هو العمل احنا اللي نقوم به؟ أن احنا نرد عليهم بالخلق الحميد وبالدعوة إلى الله عز وجل على الطريقة اللي دعا بها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي المعاملة الحسنة. لأن هذو الناس جهال في الدين، يسموهم من ignorant، واحد اللي يكون ما يفهمش قدر حاجة ما يستطيعش يعطيها القيمة تاعها. وحنا كمسلمين نعرفوا النبي عليه الصلاة والسلام، حنا فيه ناس أنهم ردوا على هذه الطريقة بطريقة بشعة، قتلوا الناس أبرياء. حنا ماناش هنا نخافوا منهم ولا حنا نخاف من الله عز وجل، ولكن لازم نعاملوا الناس، لأن السفراء أصلا في الإسلام لا يقتلون. صح. هذو الرفلي تاعهم هما كمسلمين اللي داروا على هذه الطريقة هي طريقة غير صحيحة. أنك واحد دار، لأن الله عز وجل قال في القرآن: ولا تزر وازرة أخرى. واحد يدير ذنب وواحد آخر يخلص في بلاصته. صح. ما كايناش. كاينه أن حنايا لازم حنا نوريهم الصفة الحميدة تاعنا، وهي المعاملة الحسنة والدعوة إلى الله على الطريقة اللي دعا بها النبي عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك خويا توفيق. آخر سؤال خويا توفيق، باعتبار معرفتك الجالية المسلمة والعربية هنا في أمريكا، نعم، هل شفتهم داروا يعني عمل مفيد مثل النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعني ما رأيك في العمل اللي قاموا به؟ العمل المفيد هي الرد، هي الإنكار من القلب، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه 3 مراحل. أنك تؤمر بالمعروف وتنكره من قلبك ولا بيدك ولا بلسانك. باللسان هي ليس النصرة أنك تعرف بالنبي عليه الصلاة والسلام والصفات الحميدة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وباليد أنك تكتب، ولكن أضعف الإيمان أنك بقلبك تنكر هذا القول البشع. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قريش قالوا فيه شاعر مجنون. وقالوا البعض في الله عز وجل، قالوا في الله عز وجل، قالوا على الله عز وجل، قالوا يد الله مغلولة، إن الله غني ونحن إن الله فقير ونحن الأغنياء. ولكن هذه أمور سارية على المفعول. هذه من يوم خلق الله عز وجل آدم إلى أن يرث الله عليها. قاع الحاجة الصحيحة الناس ما يبغوهاش، والحاجة الغلطة الناس يتبعوها. أما الإنسان ربي سبحانه خلق هذه الدنيا ليميز الخبيث من الطيب. والرد على هذا الناس، ترد عليهم ولا ما تردش عليهم، أن المسلمين أولا أنهم خصهم يصلحوا أنفسهم. أول حاجة المسلمين هما اللي لازم يقوموا بالعمل تاعهم. حنا بدينا نشوفوا في الناس راهم يقولوا علينا، لأن حنا ما عطيناش القيمة الصحيحة للإسلام. حنا كسفراء في بلدان الغرب ما مثلناش الإسلام أحسن تمثيل، لأن باش تقيم أنت في دول الغرب وامريكا لازم يكون عندك الصفات الحميده. وانت مسلم يجي هنا يضل مجمع في القهوه والهضره والقير والقال. انت ينصح حنا كجزائريين هنايا لازم نعرفوا بالثقافه تاع بلادنا، نعرفوا حنا شكون الجزائريين. كاين ربما ناس ما يعرفوش الجزائر. انت مسلم ويخون نورمالمون، لا مسلم وكذاب ما كايناش، ما تجيش. الاسلام لازم عنده واحد الصفات، كاين واحد الاخلاق يتصف بها المسلم. خاطر هنا ثاني هذوك كامريكان تخدم عندهم، من يشوفوك مسلم ومقيم على حدود الله وتتبع الاسلام تاعك يبغوك يحترموك. بصح لا مسلم وعندك دوبل ايدونتيتي تا واحد ما يديها فيك. بارك الله فيك خويا توفيق، والله احسن اجابه لغايه الوقت. بارك الله فيك. كاين حاجه باينه، الانسان الدين تاعنا سبحانه ربي قال في القران، هذه وخليها تسمع الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر ونحن لحافظون. ربي هو اللي يحفظ الدين ماشي حنايا. حنا لازم نخدموا باش ربي يرضى علينا. توفيق، اخر سؤال نسالك خويا، كمسلم هكا جزائري مقيم بامريكا، كي يشوفوك الامريكان ملتحي هكا وتقيم الدين تاعك هكا، كاين بعض الناس يشوفوها بغرابه. يعني شوف، يعني ما هي صعوبه ان تكون مسلم في بلاد اجنبي كما امريكا؟ صعوبه هي انك انسان، اي صعوبه انت تقدر تردها سهله بطريقه النظر. كما تشوف انت للمشكله اللي كانت كبيره وتقدر تصغرها في النظر تاعك،
ربي ييسر لك امرك ويخرجك منها بسهوله، ولا حاجه صغيره وانت تردها كبيره دير مشكله لروحك وديرونجي روحك غير في راسك. بارك الله فيك. شوف اي حاجه في الدنيا كيما انت تاخذها. صحيح. شوف الطريقه اللي تاخذ انت بها، الا كانت مشكله ايمونس حاجه كبيره وانت باغي تردها زعما حاجه صغيره، بينك وبين الله عز وجل وادعي ربك وخدم انت من قلبك باش تنصر هذا الدين حتى ولو بكلمه طيبه. هذا الدين ربي سبحانه ما ينظرش الاعمال للصور، ينظر للقلوب والاعمال تاع البشر. صح. كيش البشر تضيف انسان تظن فيه انت الشر، هو انسان ان الله يعلم ما من التقى، التقوى يعلمها ربي سبحانه ماشي الانسان. ولكن اونتر بارونتيز لازم كل مسلم يعرف باللي عنده مسؤوليه على العاتق تاعه، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال بلغوا عني ولو ايه، كلمه واحده. انت كي تصاحب قاوري ولا امريكاني ما تكذبش عليه وتقول به. كي تصاحبه عرفه باللي انت مسلم، مش يسموك محمد تسموك مايك. صح. ولا سموك داوود ولا سمني ديفيد، باغي تهرب من بعد هو كي يمرق بيك ويعرف باللي كذاب باغي يحتقرك حتى الدين تاعك. صح. بارك الله فيك. يعني هناك وكما نقولوا احنا اخر الكلام ختامه مسك، ان خليهم يقولوا ما قالوا في النبي عليه الصلاه والسلام. النبي عليه الصلاه والسلام اعلى واسمى درجه من ان يقولوا فيما قالوا. ربي سبحانه يوم القيامه يعلم لان قليل منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون. بارك الله وربي ان شاء الله يجعلنا من اهل الجنه. امين يا رب. وربي ان شاء الله يصلح بلادنا الجزائر باش نعاودوا نرجعوا ان شاء الله. امين يا رب. بارك الله فيك. الله يبارك فيك خويا. بارك الله فيك. هذه غادي نبدا بها ونكمل بها. بارك الله فيك.